Let's go. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ شي هو هذاك معكم بيب بيب للرياكشن. ليتس جو. يلا اليوم جينا باش نديرو معاكم واحد الرياكسيون على قبل الماكله. ايه الماكله، لكن ماشي ايتها ماكله وماشي ايتها واحد، هذا خاص للزوافريه والزوافريات. خواتاتي الزوافريات، خوتي الزوافريه، انا نوريكم كيفاش طوبوا، ماشي طوبوا، تصوبوا. فمي مرة يتزاقل ما ديوش عليا. مهم تصوبوا مقيله، غنوريكم بالضبط، حيت كاين شي كساله، كاين شي حوايج تافهين كيقول لك كيفاش غادي ندير بطاطا مربعات ولا مكعبات، تفاهه. المهم ما عليناش، ليتس جو يلا. سجلي عندك هاد المقيله اللي ساهله وسريعه ولذيذه بزاف، كتحضر في اقل من 10 ديال الدقائق، اقتصاديه بدون لحوم، والاهم انكم ما علاش غاديش تشبعوا منها، والا جربتوها غادي علاش توليو مدمنين عليها. تبعوا معايا الطريقه. غادي نحتاج 2 حبات ديال البطاطا متوسطين في الحجم، غسلتهم نقيتهم وكنقطعهم قطع اللي كتكون متوسطه. الكسالة؟ سمعتوا مزيان شنو قالت لكم 2 بطاطات متوسطين، يعني ما كبار ما صغار. الكسالة والزوافريه واللي قتلتكم مقله ديال الزنقه والعفن وعباد الله، وانتم طيبوا في داركم، راه ساهل هادشي. المهم 2 بطاطات موين متوسطين يعني موين هكاك ياك، وغتقطعوهم مكعبات صغار، مكعبات مربعات، دوائر. دبروا راسكم، ما تجيوش تقولي ما عرفت مكعبات ولا مربعات، داكشي علاش ما صوبتهاش. شوف قطعها كيف ما بغيتي، المهم تكون رقيقه شويه، ما تكونش غليظه بزاف حيت ما طيبش لك الكاسول، فهمتيني؟ غتبقى طيفه غتحرك من الفوق والداخل، ما غاديش طيب. اوكي اوكي سخفت. يلا ندوزو الكماله. يعني مربعات. وغادي ندوز مباشره كنقلي البطاطا ديالي. انا قليتها في الزيت بالطريقه العاديه. بالنسبه لكم تقدروا تقليوها في القلايه الهوائيه اولا تدخلوها للفران، تسرحوها في اللاطه، ضيفوا لها رشاشه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، رشاشه ديال البزار، غطيوها بورق طهي، خليوها حتى كطيب البطاطا، عاد حيدوا داك ورق الطهي وخليوها تحمر واحد شويه. البطاطا متحمر. المهم السيده كثرت عليكم الهضره بزاف وبزاف ما غيفهم حتى شي وزه. اوكي دابا ساهله، ملي غتقطعوها طريفات هكايا صغار ياكي، وغتحطوها في الزيت. بالنسبه للزيت، حيت دابا كنهضر مع ناس ما كيفهموا حتى شي حاجه في الطياب. اذا الزيت كتحطها يا سيدي فاش؟ في المقله، كتحط الزيت في المقله. ملي كتحط الزيت في المقله ماشي غير جي الكامبو ولوح فيها بطاطا، راه ما بلان ما والو، راه غتشرب لك بزاف ديال الزيت. اوكي بزاف ديال الزيت. اذا باش تفادى هادشي كدير القياس اللي بغيتي في المقله. اذا الزيت تكون شويه كثيره باش ملي تلوح نتايا البطاطا تغرق في الزيت، ما تبقاش نصها في الزيت ونصها الفوق في الهواء الطلق الكسول. اوكي حيت نص لتحت غيطيب والفوق يبقى خضر. اوكي دونك اش غنديرو؟ كتسخفوني ما عرفتي ما ندير. على اي، ملي غتشدو الزيت تحطوها فوق العافيه، خاصكم تخليوها تسخن. اوكي خاصها تسخن، عاد تلوحوا فيها الزيت. كنتلف ما ديوش عليا، نيفي كيتلفني. المهم تاخذوا البطاطا باش تعرفوا الزيت واش سخنات. طبعا ما غاديش دير فيها يدك لا طبعا لا، غادي دير فيها واحد طريف ديال البطاطا سهله. هكاك طريف ديال البطاطا غتلوحها فيها وتخلي هذاك الطريف تيبان لك بدا كيكشكش، بدا كتسمع ديك تش تش تش. سمعتيني؟ تش هكاك. ملي غتسمع ديك تش والبطاطا بدات كتكشكش، عاد لوحه سيدي باقي البطاطا الاخرى، بطاطا اخرى عاد لوحه، باش ان فوا تلوحها في المقله تسمع ديك كش. ديك الساعه كتعرف انا بطاطا طيب لك مزيان. اوكي. سمحوا لي كنضحك عليكم حيت انا براسي
انا تعلمت انا راه زوفري فهمتيني. المهم ما عليناش الخوت. بون فين وصلنا؟ صافي ملي غادي دير ديك البطاطا وحده تخليها في الزيت حتى تسمع ديك كشت، عاد لوح الباقي باش يدير بشت. صافي يلا كملوا الباقي. ديك الساعه طبعا ديك الساعه ملي تبان لكم تحمرات اللون ديالها ولا ذهبي وبدات كتقصح شويه، ديك الساعه كتعرفوها راه طابت. واخا بلا ما تهزها تبقى تذوق فيها تبقى غتكملها في الذوقان العيان. دير ليا واحد جوج بطاطات تكملها في الذوقان. بون باش ما يوقعش لكم مشكل، البطاطا باش كتعرفها طابت ملي كتبدا تحركها وسط الماقله في الزيت كتبان لك قصاحت، ما بقاتش رطبه قاصحه، وكدير الصوت كدير كيضرب يعني كي غادي نشرح لكم انا كنعيا. دابا باش تعرفوها طابت ملي كديو كتجيب في ديك البطاطا كتحس بحال كتقرقب مع بعضياتها، يعني صافي قصاحت وطابت. اوكي وعاد اللون ديالها كيكون الذهبي بحال اللي في الصوره. سمعتوا؟ يلا نكملوا الباقي. مروش بزاف باش ما تقرمش، خليوها شويه طريه غير كطيب صافي وكتحيدوها. كنحتفظ بالبطاطا ديالي جانبا وكندوز كناخذ واحد المقيله اللي كندير فيها الزيت وطريس ديال الثومه وكنخلي ديك الثومه حتى كتطلق البنه ديالها يعني قبل ما تحمر باش ما تحرقش، وكنضيف واحد الحبه ديال البصله اللي صغيره في الحجم ديالها. صافي كنخلي ديك البصله. اوكي دابا ندوزو للمرحله الثانيه ملي طيبنا ها المهم البطاطا تحطها في ديرها في شي طورشون ولا ديرها في هذاك البابي ابسوربون عرفتوها، تاخذوا شي كوساله ما يعرفوش بابي ابسوربون. المهم واحد البابي خاص بالكوزينه كيشرب الزيت باش داك الزيت ما تضركمش الكوانب. سمعتوني؟ مهم ملي ديرها في ديك البلاصه اولا ديرها في شي شبكه بوحدها وخليها تسقطر من الزيت ما عليناش. الزوفري اصلا ما عندهمش هادشي في الكوزينه، عندهم كاس وعندهم براد شبعان حريق من التحت وما عندوش اليد فهمتي وما عندوش علاقه وكاس شبعان صدا تاع اتاي معمر دار ليه جميل وعاشقه وحده مره كتوضر ليه مره كيحركها بصبعه. ما عليناش دنيا هانيه الخوت. بون ملي تساليو غادي تجبدوا كاسرونه اخرى، كاسرونه ولا مقله، وغادي ديروا فيها من الاحسن تكون مقله. ما كاش مقله عدي بكاسرونه اخويا العار كلها من داركم، العار كلها في داركم بلا ما تاكل ليا داك المرض ديال الزنقه. ملي غادي بون فين كنا غادي تاخذوا بون هذيك البصله باش تشحروها سهله غتاخذوا شويه الزيت يعني القياس ديال مثلا نقول لكم 2 عواشق كبار ديال الزيت على حسب البصله ديرها صغيره. خذ غير عاشقه واحده ديال الزيت دونك وغتكبها زيت بلديه ماشي بلديه اويلي لا زيت روميه بغيت نقول زعما لوستيور ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم هذيك وغادي تكبها في المقله وغادي تاخذ بصله صغيره تقطع طروفات صغيورين بحال كما كتشوفوا في الفيديو ياك. ملي تساليو غادي تلوحوها في الزيت ولكن الزيت غير يعني خليها غير واحد 30 سكوند حسب ليها 30 سكوند صافي 30 سكوند ولوح فيها هذيك البصله حيت البصله هي خصها تسمع ديك فهمتي. ديما الزيت ما عمرك تلوح فيها شي حاجه وهي بارده راه لا علاقه داكشي يخرج لك باسل سمعتي راس طارو ما عليناش. وانا كنعرف الدراري راه حتى الدريات راسهم كيطاروا علاش حيت هما ما كيعرفوش يطيبوا راه الشوها كتكون مبقى والو تزوج ما كتعرفش طيب مصيبه. المهم غتبعيني انا تبغي تعرفي طيبي فهمتيني. يلا سير على الله. بون اش بغيت نقول ملي غادي تشحروا هذيك البصله باش تعرفوها تشحرات حتى هي يلا كاين اللي يقول لك دابا باش نعرفها تشحرات غتبان لك بدات تحمر واحد شويه بدات كتعطي واحد شويه الريحه زوينه ديال البصله طيبه وزيد عليها كتولي رطبه. اوكي كتولي رطبه يعني كتبان لك ما بقاتش قاصحه هي العكس ديال البطاطا كتكون رطبه كترجع قاصحه. ايوا البصله ملي كتشحر كتولي رطبه من بعد ما كانت قاصحه. كنظن واقيلا اكثر من الفهمات ما عرفتش نشرح لكم اكثر من هكا ما يمكنش ما عليناش. ابخي ملي غادي تشحر لكم مزيان صافي. المهم هنا فين وصلنا ياك وصلنا التشحار. المهم باش تعرفها تشحرت يلا سير على الله.
حتى كدبال، يعني كنغطي عليها كنخليها حتى كدبال وكتبدا كتحمر. وغادي نضيف الفلفله. في المجموع غادي تحتاجوا حبه وحده ديال الفلفله. انا درت نص حبه خضراء ونص حبه حمراء باش يجيونا هكا اللوين. اوكي، مورا هادشي لاحت الفلفله عندك خضراء، عندك حمراء، عندك جري، عندك بلونكاسي، عندك اورانج. كيف ما كانت المهم هاد الفلفله ماشي مشكل. غتغسلها مزيان، تحيد منها داكشي اللي كاين لداخل، هذاك سميتو، يعوذ بالله، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شنو سميتو هادوك الزريعه البيضاء اللي كتكون لداخل. حاول تحيدها الكاسول وغسلها مزيان ياك، قطعها طروفه رقاق. من الاحسن تكون طروفه رقاق باش في ساعه تشحر لك وتا هي طيب، حيت هي ملي كطيب كترطاب، فهمتي؟ كترطاب. زيد اشنو مازال؟ صافي كتلوحوها على هاد البصله هادي وغنشوفوا اشنو غتقول من بعد. يلا في المقيله ديالنا الا ما كنتوش متوفرين لا فلفله حمراء او فلفله صفراء فتتكتفيو غير بالفلفله خضراء، كديروا حبه كامله فقط. هنايا البنات انا من بعد غادي نضيف صلصه طماطم كانت عندي جاهزه. نتوما الا ما كنتوش متوفرين عليها في هذه المرحله فاش كتضيفوا الفلفله ضيفوا 2 حبات ديال المطيشه، حيدوا لهم القشره ديالهم، حيدوا لهم الزريعه ديالهم وقطعوهم قطع صغيره وضيفوهم مع ديك البصله والفلفله باش هذيك المطيشه حتى هي كتقلى وكتذوب وكتعطينا واحد لاصوص اللي بنينه. المهم هاد النقطه مهمه بزاف الناس الكسالى والزوافري والزوافريات. بالنسبه للطياب باش يجيكم زوين بمطيشه، من الاحسن تاخذوا مطيشه تاع الكارطون، ماشي مطيشه تحك عيشه ولا هذاك الشيء اللي كان قديم عرفتوه، هذاك اللي في الحك ديال الحديد ولا في الحك ديال القرعه ديال الدجاج. بعدو من داك الشيء. حامضه حامضه حامضه، عقلوا عليها، راه حامضه كتجي في الطياب لا علاقه. اوكي، نعاودوا هاد الهضره مره اخرى. بغيتو تشريو لاصوص ديال المطيشه خذوا ديال الكرتونه بحال هذيك اولا ولا ما عرفتش كل وحده وشو سميتها. المهم راه كلهم كيتشابهوا تقريبا في لومبالاج، كلهم كيكونوا خضر فيهم الحمر. المهم راه كدير شي 8 درهم واقيلا وحده كبيره، وكاين دوك اللي متلتين واحد شويه كيديروا شي 2 درهم ونص كلير. اوكي هادوك زوينين غيعاونوكم في الطيب بزاف، وحيدوا عليكم ديك مطيشه قطعها، حيد الزريعه حكها تتولي ما حتى هي كتجي حامضه. سير تشوف في لي بات وفي شي يقولوا لي كاع يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مره كنسى انا فيا الزهايمر نمشي. هادوك سميتو بحال الجعبه بحال سباكيتي بحال داكشي كامل. ما تنفعكمش مطيشه العاديه كيجي داكشي حامض كيقول لكم كتعرفوش طيبوا، يا راه مطيشه ماشي هي هذيك ديال الكرتونه بالضبط. خذوها وتفكروني زوينه بزاف. اوكي كتجي واعره خطيره 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 ومطيره. يلا المهم ملي غتشريو هذيك ب2 درهم ونص لوحوها في هذه المقله هذه، حركوا داكشي مزيان باش يتشرب. شنو هي يتشرب؟ يعني غيبدا يبان لكم غادي وكينشف، غادي ديك مطيشه غدا وكتنشف كتنشف 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 كتنشف. ولكن العافيه شعلوا لها بشويه 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 بشويه، فهمتوا؟ ما تجهدوش عليها غتحرقوا كلشي. كنوس كي دايرين. يلا كملوا الباقي. هنايا كيف مشوا معايا بعد ما تقلات لي الفلفله والبصله ضفت صلصه طماطم جاهزه. غادي تلقاو الفيديو اللي شاركته معكم فيه الطريقه موجود في الحساب ديالي. شتو القالب حتى هي قالت لك مطيشه جاهزه، يعني ديال اللي كتباع، وغالبا راه هي كتكون كتاخذ ديال كرتونه. ما داكشي راه باين معروف ولا داكشي حامض وباسل وما ما زوينش. تقريبا شاركته معكم قبل من رمضان، بقات عندي في المجمد واستعملتها في هذه الوصفه، راه كتجي رائعه بزاف. ضفت التوابل شويه ديال الملحه شويه ديال الكمون البزار والتحميره. كنضيف قالت لكم شويه ديال التحميره شويه ديال البزار شويه ديال الكمون شويه ديال الملح، 4 الحوايج. ولكن القياس باش غتعرفوا نتوما القياس. تقولي انا باش غنعرف القياس، هي كتقولي لنا شويه 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 شويه. المهم هذا هو الديفو اللي كيوقع الناس اللي كيتفرجوا في اليوتيوب اولا كيتفرجوا في اي فيديو كيشرح هذا الشيء هذا، ولكن الاشكال الكبير ما كتعطيش لي ديتاي. اوكي حيت ماشي كلشي عارف شنو هي شويه. ايه انا نقول لكم قداش. دابا نتوما ملي غتسرحوا هذا الشيء كامل في مقله، سرحوه باش كلشي يبان لكم على حده، سرحوه على قد الماقله. غديروا بحال
بحال لا غادي تشويو، يعني ملي كتحط لكم شي حاجه، المهم كتحط لكم شي حاجه ديال الشوا، مثلا نقولوا كفته ديال الشوا، ملي كتحط لكم كدردروا عليها القيس ديال الكمون والقيس ديال الملحه، كيجيكم هو هذاك. دونك هذه هي الطريقه باش كتخدموا. يعني اش غديروا ملي غادي تسرحوا هاد الشيء كامل في هاد المقله هادي، غديروا بحال غتاكلوها مشويه، بحال هاد الشيء هذا غتاكلوه مشوي، باش تعرفوا القياس بالضبط اللي غديروا كل حاجه. اذا غتشدوا الكمون ما تكثروش منه حيت كيكون مر، الكمون بوحدو ما تكثروش منه حيت يكون مر. اذا غادي دير غير شويه قيق الكمون، شويه قيق، غادي تدردرو من الفوق على حسب داكشي اللي عندك كامل في المقله. الملح حتى هو نفس الحاجه، القياس اللي غيبان لك انت عينك ميزانك، انك الا تحط الا كانت عندك شي هادشي مشوي وبغيتي باش تاكلو هكاك، دير القياس ديال الملح اللي غتحط من فوق هادشي كامل. فهمتوني؟ بون، نفس الحاجه البزار، نفس الحاجه الخرقوم، ونفس الحاجه الطحمه. اللي بغيتي الطحمه حتى هي راه مزيانه. شويه البزار حتى هو الا بغيتوه، تقدروا ديروا شويه ديال الحار الا بغيتوه حتى هو. المهم مقيله كتكون مخلطه، ديروا فيها شويه مروزيه حتى هي الا بغيتو، كيجيكم بحال درتو فيها شويه اللحم. مروزيه هي زوينه مي ما تكثروش منها، غير الراس ديال العاشق، الراس ديال العاشق. شنو مازال؟ صافي هادشي اللي كاين دابا. زيد نكملوا الباقي. البطاطا اللي قليتها وايضا شويه ديال الزيتون الخضر كيضيف واحد البنه رائعه بزاف في هاد المقيله هادي. صافي كنمزج المكونات ديالي مزيان، كنلبس هذيك البطاطا بالتوابل بصلصه الطماطم ايضا. حاجه اخرى عندك نساو الربيع، هي راه ما قالتش هاد الكاسوله الربيع حتى هو كيجي زوين. اوكي، ما عندكش ربيع بالناقص. وغادي نضيف البيض. بالنسبه للبيض الكميه كتبقى على حسب عدد افراد العائله، انا درت 3 ديال الحبات ديال البيض. غادي نضيف ايضا الجبن. الجبن اختياري، تقدروا تستغناو عليه تماما. انا هنا غير كان متوفر عندي فاستعملته، تيعطي هو واحد المنيضر، واحد المذاق بنين بزاف. هنايا كان عندي جبن ديال السندويتشات فقطعته هكا صغير. كنغطي المقيله ديالي كنخليه على نار مهيله حتى كيطيب هذاك البيض على خاطرو وكيذوب لنا داك الجبن. ومن بعد كنزين المقيله ديالي بشويه ديال القزبور ومعدنوس مجفف. صافي نسيت. الربيع راه قالت لكم حتى الاخر ديروه، ولكن ممكن ديروه لداخل باش يجي زوين. كاين اللي ما كيبغيش من الفوق، واش تزيدوه من الفوق ومن الداخل راه مزيان. على اي بالنسبه عندكم شي نصائح اخرى هنايا. ملي ضافت البيض غتعاودوا ديروا واحد شويه الدرديره ديال الملحه بوحدها. اوكي، علاش؟ حيت هذاك البيض ملي غادي تجي نتا ديرو فوق الماكله راه حتى هو خصو الملح ديالو، غيجيك شويه بويسل. سمعتي الباسل؟ يلا رد بال هاد القضيه. ملي تزيد البيض زيد شويه قيق على كل بيضه، واحد شويه قيق الملح، يجيك داكشي ناضي كناضي. سمعتيني؟ اذا هنا بالنسبه الا كنتي غادي دير هاد الطريفات ديال الجبن اولا ديال اش كيقولوا ليه يا ربي، مربعات ديال الفرماج اللي كيتباعوا بدرهم ولا ما عرفت شحال وحده ولا ما عرفت 2 دراهم، هذاك اللي كنتي غديرو بلا ما تزيد ملحه حيت هذوك اصلا مالحين. اوكي، اولا كنتي غتحك فوق منها شي فرماج حمار ولا شي لعيبه. المهم الا كنتي لاباس عليك نمشي وكنتي ما كتصرف على حتى شي واحد، بس صرفت حتى شي وحده الروشارج، دونك راه فلوس غيشيطولك، تمشي لبلان. بون سينو هادشي اللي كاين. واخا صافي واش باغي يختار الربيع بحال هكا مسائل طرف هنا وغادي تسد عليها من الفوق. شنو مازال؟ ملي غتسد عليها من الفوق اش غيوقع؟ صافي غتسد عليها من الفوق، تخلي واحد شويه تيبان لك هذاك حيت كلشي طاب. واخا ملي تشربت داك لاصوص وداكشي غتلوح فوق من هذاك البيض. ملي غادي البيض راه كيبان ملي كيكون طيب، راه كيكون بيض وداكشي كاع اللي معاه راه كيطيب واحد شويه، كيبان لك كلشي بيض وزوين وناضي. او صافي ديك الساعه بالصحه والراحه نشوفوا البلان النهائي كيفاش كيولي. شفافين. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي جديده سهله سريعه اقتصاديه بدون لحوم نهائيا. والاهم انها كتحضر فرمشه عين. جربوها بالصحه والراحه، وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، ونضموا لحساب عنوان الحدقه. والى اللقاء. يلا نضموا الحساب ديال عنوان الحدقه والى اللقاء. سمعتوني؟ دابا هي داكشي كتصوف دقائق، وانا باش جيت نشرحو لكم شرحت لكم في 20 دقيقه مصايبه كحله. ايوا سينو راه ما تجيكم داكشي باسل. يلا تهلاو، ابوني جيم، شجعوني في هذه القناه هذه باش ندير لكم الجديد. وتهلاو. بيب. Goodbye and see you.